بعد نهاية سنة 22 اللي شهدت مفاجآت كتيرة جدا ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجوم كرة القدم وأفضل لعيبة في تاريخ اللعبة، اشتعلت المنافسة ما بين الأرجنتيني ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان وما بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد السابق. وفي الفيديو ده هقول لكم اللي قدمه ميسي واللي قدمه كريستيانو سنة 22، وهبدأ كده وهتكلم عن ميسي واللي قدمه سنة 22 واللي كانت سنة تحقيق الأحلام لنجم باريس سان جيرمان بعد ما نجح في تحقيق لقب كأس العالم، ويعتبر ميسي صاحب المساهمة الأكبر في إخضاع لقب المونديال لبلاده، وكمان أخذ لقب أفضل لاعب في كأس العالم. ومش بس كده، ده كمان واخد وصيف هداف كأس العالم برصيد 7 أهداف، وأصبح الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 13 هدف، متفوق على نجم الأرجنتين باتيستوتا. لكن في باريس واجه ميسي انتقادات كتيرة جدا من جمهور النادي بسبب انه ما كانش بيقدم المستوى اللي متعود عليه جمهور باريس من ميسي، وخصوصا بعد ما ودع الفريق بطولة دوري ابطال اوروبا على يد فريق ريال مدريد في الدور ال16. لكن بعد النص الاخير من سنة 22 وبالتحديد من الموسم الحالي بدأ ميسي يرجع لمستواه الطبيعي وقدم افضل عروض مع النادي الباريسي، واتوج ميسي بلقبين مع الارجنتين، بطولة كاس العالم على حساب منتخب فرنسا وكاس فينا لاسيما على حساب منتخب ايطاليا، ومع باريس حقق برضه لقبين، الدوري الفرنسي وكاس السوبر الفرنسي. ونيجي بقى لكريستيانو رونالدو واللي قدمه سنة 22، ومن عامل احلام لميسي لعامل الام لكريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بعد ما بقى اللاعب من غير نادي من شهر نوفمبر اللي فات. وعلى الرغم طبعا من بداية الموسم الكويسة جدا اللي بدأها رونالدو، لانه ختم الموسم اللي فات مع مانشستر يونايتد وهو الهداف للنادي في السنة دي، وكمان واخد ثالث الهدافين في الدوري الانجليزي، لكن ما نجحش في قيادة الفريق علشان يحقق مركز علشان يتأهلوا لبطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الجديد. وبعد ما اتفق نادي اليونايتد مع الهولندي تين هاج كمدير فني للفريق من بداية الموسم، بدأت وقتها تقارير بتقول ان صعب حصول رونالدو على المشاركة مع المدرب الجديد، وبعدها طلع تين هاج وقال ان رونالدو هيكون ليه دور كبير جدا مع الفريق، وده حصل على فكرة بالفعل. لكن في بداية فترة التحضيرات للموسم الجديد غاب كريستيانو رونالدو عن الفترة دي، وطلع وقال ان هي كانت لظروف اسرية، لكن الادارة قالت انه غاب عن الفريق علشان كان بيدور على نادي جديد علشان يقدر من خلاله المشاركة في دوري ابطال اوروبا بطولته المفضلة طبعا. ومن وقتها رونالدو ما كانش بيفارق دكة البدلاء وبيشارك في الدقائق الاخيرة بس. وخرج رونالدو في لقاء صحفي وبدأ في انتقاد النادي وفي ادارته، وده اللي خلى اليونايتد يفسخ التعاقد مع رونالدو، وحط رونالدو اماله بقى على كاس العالم وقال ممكن يخرجوا من الكبوة دي، لكن ده ما حصلش لان بعد 3 مباريات لقى نفسه على دكة البدلاء برضه، وودع رونالدو مع منتخب البرتغال كاس العالم من دور ربع النهائي على ايد منتخب المغرب مكتفي بهدف وحيد في البطولة. وفي ظل منافسات كاس العالم كده ظهرت تقارير صحفية بتأكد ان في عرض ضخم جدا ومغري جدا للنجم البرتغالي من جانب نادي النصر السعودي، لكن رونالدو نفى الامر نهائيا. وفي خلال سنة 2022 شارك رونالدو في 12 مباراة مع المنتخب، حقق الفوز في 8 منهم وسجل 3 اهداف وصنع 3 اهداف. لكن مع اليونايتد لعب رونالدو 34 مباراة سجل فيهم 13 هدف وصنع هدفين. واخيرا اعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي انضمام كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال بعقد حتى سنة 25. انتوا من وجهة نظركم كده مشكلة رونالدو كده انتهت ولا لسه هتواجه كريستيانو مشاكل جديدة؟ والاهم من ده كله انا محمد اشرف.